من أكتر القصص اللي تفيدنا في حياتنا بعد قصص الأنبياء صلوات الله عليهم هي قصص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وده مما فيها من موعظة وحكمة وأمثلة للشجاعة والموعظة والإيمان. عدد الصحابة كبير جدا لدرجة إن العلماء قالوا إن هو عدى ال100,000، وفي منهم اللي ذكراهم مخلدة لحد الآن ومشهور، وفي منهم اللي ذكر نادرا. ممكن نسرد سلسلة كاملة عن قصصهم العظيمة لو حابين، عرفونا في الكومنتات. لكن النهارده هنتكلم عن حد من أهم الصحابة وأشهرهم، هو القائد العسكري الأنجح في التاريخ، سيف الله المسلول، خالد بن الوليد. خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي. سيدنا خالد اتولد في مكة سنة 592 ميلاديا، أو ممكن نقول سنة 30 قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ابن ريحانة قرشي، وده كان سيد من أسياد قريش. وابن ريحانة كان من أهم اهتماماته إن أبنائه يتعلموا الفروسية وفنون القتال واستخدام السيوف. وكمان سيدنا خالد كان ذو نسب رفيع لأنه من قبيلة بني مخزوم، واللي كانت من أهم قبائل قريش. ومش كده وبس، لا كمان كان في نسب ما بينه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. في الجد السابع هو مرة ابن كعب، ومن صغره أثناء التدريب على الفروسية كان واضح لكل تفوق سيدنا خالد على بقية أقرانه، وكان مش بس أمهر منهم، ولكن كانت فطنته وذكائه باين من أيامه الأولى. وكان سيدنا خالد جسمه قوي وطويل، وكانت قوته مشابهة جدا لسيدنا عمر بن الخطاب. ولو انت مستغرب احنا ليه بنقارن قوة سيدنا خالد بقوة سيدنا عمر بن الخطاب، فانا حابب اقول لك ان سيدنا عمر بن الخطاب كان من اقوى الناس في الفترة دي، لدرجة ان رسول الله دعا وقال: اللهم اعز اسلامنا باحد العمرين، وفي رواية: اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. والمقصود بيهم هم سيدنا عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، او زي ما هو مشهور بأبا جهل، واللي كانوا وقتها من الكفار وكانوا اقوياء جدا، وكان بأسهم شديد جدا على المسلمين. وفعلا يوم ما اسلم عمر بن الخطاب كان نصر كبير جدا للاسلام والمسلمين، وكان حدث مهم جدا في نشر الدعوه. المهم نرجع لموضوعنا، كده في حلقه ان شاء الله تكون مخصوصه لسيدنا عمر بن الخطاب. زي ما قلنا سيدنا خالد بن الوليد كان من اقوى الناس في مكه وقتها، وكانت قوته لا يستهان بها بجانب ذكائه العالي. فده طلع علينا شخص يدخل اي معركه ايا يكن مين اللي قدامه لازم يعمل له 1000 حساب. وتمر الايام ويبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يبدأ فصل جديد في حياة سيدنا خالد بن الوليد، وهو فصل متمحور ما بين حاجة واحدة، هو كره الإسلام والمسلمين والدعوة وأي حاجة ليها علاقة بالدين الجديد. وما كانش الموضوع بس متوقف على الإيذاء، لا ده كمان شارك في حروب ضد المسلمين، وكان هو من أكبر الأسباب لهزيمة المسلمين في غزوة أحد بعد عصيان بعض من الصحابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان سببه فطنته وذكائه الكبير داخل أرض المعركة. طيب هو الموضوع ابتدى ازاي اصلا؟ اللي حصل ان صفوان ابن أمية وعبد الله بن ربيعة ومعاهم عكرمة ابن ابي جهل راحوا لابي سفيان عشان يطلبوا منه فلوس عشان يجهزوا الجيش ضد المسلمين، وفعلا وافقوا. ابتدوا يجهزوا الجيش ويفتحوا باب التطوع، وجمعوا محاربين من قبيلة قريش وبعض من القبائل المجاورة، ووصل حجم الجيش وقتها ل 3000 مقاتل، وكان معاهم 700 درع و3000 بعير و15 ناقة عليها 15 سيدة عشان يشجعوا الرجال في أرض المعركة. وكان الجيش وقتها في يد أبي سفيان، وخالد بن الوليد كان قائد الفرسان وبيعاونوا عكرمة ابن أبي جهل. المهم بقى في نفس الوقت ده وأثناء استعداد جيش الكفار راح أبو سفيان وكلم عباس ابن عبد المطلب عشان يشارك معاهم في الحرب ضد المسلمين، ولكنه طبعا رفض، وراح في السر وصل المعلومات دي للرسول صلى الله عليه وسلم. وساعتها ابتدى المسلمين في الاستعداد للحرب، وفي فرقة من الأنصار كان هدفهم هو بس حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. كان معاهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير، وبرضه كان في مجموعة من الصحابة كانت بتحمي أسوار المدينة ومداخلها. كانت الخطة اللي هيمشي عليها إن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا هيخلوا المدينة مكرمة قدامهم وجبل أحد وراهم، وكان فيه هضبة عالية في المكان هيتحط عليها 50 من الرماة، وهيبصوا على ميدان المعركة وهيبدأوا يقتلوا في الكفار. وكانت أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة للرماة، طلب منهم عدم النزول من الجبل إلا بأمر منه. وكانت الخطة المبدئية إنهم هيفضلوا في المدينة بحيث إن جيش العدو لو جه كان الرجالة هيحاربوه في الأزقة وفي الشوارع، وطبعا هم سكان المدينة فأكيد عارفين تفاصيلها، وكان هيكون من السهل التحرك، وفي نفس الوقت كان هيكون في ناس فوق البيوت بتضرب على جيش العدو. وافق على الكلام ده بعض الناس منهم عبد الله بن أبي مسلول زعيم المنافقين، لكن في النهاية بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ رأي بقية الصحابة شافوا إن الأنسب المعركة تبقى بره المدينة، وده فعلا اللي حصل. والتقى الجيشين، جيش الكفار وجيش المسلمين. كان عدد الكفار اكتر من جيش المسلمين، ولكن المسلمين كانوا خلاص هيكسبوا، وقدروا انهم يشتتوا الجيش بتاع العدو، وفي ناس كتير من جيش العدو رموا اسلحتهم خلاص على الارض. ولما الغنايم على الارض كترت في 40 واحد من الرماة سابوا اسلحتهم ونزلوا على الارض عشان يلموا الغنايم ومستنوش امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ساعتها بقى خالد بن الوليد عمل حركته المشهوره وجمع الجيش من تاني والتف حوالين جيش المسلمين وكمل المعركه، وكان الفوز وقتها للكفار بسبب عدم اتباع الرماة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانتش دي الحرب الوحيدة لسيدنا خالد بن الوليد ضد المسلمين، لا ده كمان شارك ضدهم في الأحزاب وفي غزوة الخندق. لما تشوف واحد زي خالد بن الوليد قبل الإسلام
هتقول هو كافر وهيموت خلاص كافر ومستحيل انه يدخل الاسلام بعد ما كان سبب في انه قتل كتير جدا من المسلمين. لكن الاجابه هتكون في قول الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفعلا على غير المتوقع لأي حد إذا كان مسلم أو كافر، سيدنا خالد بن الوليد أسلم. والموضوع كله ابتدى سنة 7 هجريا أثناء ما كان المسلمين في مكة بيعملوا عمرة حسم صلح الحديبية. وساعتها أرسل الرسول لوليد بن الوليد اللي هو بالمناسبة أخو سيدنا خالد بن الوليد، وسأله عن خالد قائلا له: ما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحدته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولا قدمناه على غيره. فأرسل الوليد إلى خالد يدعوه إلى الإسلام. المهم بعد اللي حصل ده سيدنا خالد قرر إنه يعتنق الإسلام، وخرج مع عثمان بن طلحة من مكة في طريقهم للمدينة عشان يعلنوا إسلامهم. في العام الثامن من الهجرة أعلنوا إسلامهم في المدينة المنورة، وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها بإسلام خالد بن الوليد ومن معه. ومش كده وبس، لا، فلما وصل للمدينة المنورة قص على أبي بكر رؤيا رآها في منامه كأنه في بلاد ضيقة مجدبة، فخرج إلى بلاد خضراء واسعة، ففسرها له أبي بكر: مخرجك الذي هداك الله إلى الإسلام، والضيق الذي كنت فيه من الشرك. وفي معلومة مهمة عشان تعرفوا مدى عظمة اللي هيحصل بعد كده: سيدنا خالد لما أسلم كان عنده حاجة و40 سنة، واحنا حاليا اللي عنده 40 سنة أو أكتر ما بيبقاش قادر أصلا يتحرك ولا قادر يعمل أي حاجة يعتبر. ولكن بعد إسلام سيدنا خالد كان من أهم المحاربين في الجيش الإسلامي، ودخل تقريبا في 5 حروب ضخمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، زي غزوة مؤتة. وبعد موت 3 من حمال الراية أخدها خالد بن الوليد، وقدر بذكائه إن هو يحافظ على بقية الجيش وكمل المعركة، وكان ليه دور كبير في فتح مكة. برضه قاتل سيدنا خالد مع المسلمين في غزوة حنين، وكان في مقدمة الجيش واتصاب إصابات بليغة جدا. ولكن بالرغم من إصاباته إن هو كمل الحرب حتى كان النصر حليف المسلمين. والموضوع ما وقفش كمان على الحروب، والموضوع ما توقفش على الفتوحات والحروب اللي كانت بس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سيدنا خالد بن الوليد كمل برضه في الانتصارات بتاعته خلال فترة خلافة أبي بكر، وكان ليه دور مهم جدا في فتح بلاد الشام والعراق. ونيجي لآخر محطة في حياة الشخصية العظيمة دي، وتحديدا في بلاد الشام في مدينة حمص سنة 21 من الهجرة. وكانت دي نهاية سيدنا خالد بعد ما اشتد عليه المرض، وكان نايم على فراشه في آخر لحظاته. وساعتها قال كلمات مؤثرة جدا، وهي: ما من عمل أرجع عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين بتها وأنا متترس، والسماء تنهال علي وأنا أنتظر الصبح حتى أغير على الكفار، فعليكم بالجهاد، قد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، لقد طلبت القتل في مكانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي. ومات سيدنا خالد بن الوليد سيف من سيوف الله الذي كان سبب في إعلاء كلمة لا إله إلا الله، بعد ما كان من أشد الكارهين لها في البداية وحاربها. وفي النهاية صديقي دي كانت لمحات بسيطة جدا من حياة سيدنا خالد بن الوليد، إذا كان قبل إسلامه أو أثناء إسلامه. ولو ركزت في الأحداث دي هتعرف إنك قدام رجل عظيم جدا، لأنه مش بس كسب معركة ولا 2، ده كسب أكتر من 100 معركة، وتقريبا ما خسرش ولا واحدة فيهم. انت لما بتفكر فيها بتلاقي رجل دخل 100 معركة، عدد مهول جدا. ده لو حد كان شارك في حرب 6 اكتوبر كان زمانه بيفتخر بالموضوع لحد ما يموت. تخيل بقى شخص زي سيدنا خالد بن الوليد دخل في اكتر من 100 معركة وما خسرش ولا واحدة منهم، وكان سبب في انتشار الاسلام في العالم كله. وفي النهاية كان حزين انه مات على فراشه وما ماتش مقتول في أرض المعركة. واللي لو قعدنا نتكلم عن كل معركة هو دخلها، كل الطرق اللي ممكن يكون فاز بيها في المعارك وفاز بيها مش هنخلص، هنحتاج فيديوهات كتير جدا لحد ما نوفي ده. وتقريبا مفيش أي قائد في التاريخ كسب العدد ده من المعارك، ويمكن في منهم ما شاركش أساسا في الكمية دي. في النهاية سيدنا خالد بن الوليد لما جاله الموت وهو على فراشه كان حزين جدا لأنه ما ماتش في أرض المعركة. وده لو هيعلمنا درس فهو إنه لسه معاك فرصة، ممكن تكون دلوقتي مش على الطريق الصح، أو كل شوية بتحيد عن الطريق الصح وترجع ليه تاني، وده العادي، إحنا بشر. ولكن اغتنم الفرصة وحاول تخليك على الطريق الصح قدر الامكان، واعرف دايما ان مفيش حاجة اسمها اتأخرت وان خلاص كده ما ينفعش ارجع. لان زي ما كان في تحول في شخصية سيدنا خالد 180 درجة، انت برضو عندك فرصة انك تتغير ل 180 درجة بإذن الله. فمش عارف بصراحة انت ممكن تكون مستني ايه. الحق اغتنم الفرصة قبل ما تكون مش معاك. وبس كده، سلام.